السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخوات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف صحة وخير. مع احداث غدا الخميس والتسريبات. اما بقى بالنسبة لباكجات غدا فحملة في الاكسلريشن بريست بتاع نيمار ولامين يامال وكوبو، فهينتهي غدا وهينزل مكانه باكج شو تايم يا ايبك، وباكج باير من ليفركوزن هينتهي برضك. ممكن ينزل مكانه باكج جديد لريال مدريد والفرق دي كده يعني، واتمنى كونامي تطول من السلسلة ديت. اما بقى بالنسبة لباكج نجوم الاسبوع، فدي صورة التوقعات اللي نزلتها كونامي، ضمت اللاعبين اسينسو وسوبوزلاي، وده شكل الباكج اللي متوقع ينزل. بقى الباكج نجوم دوري الابطال، فمتوقع اللاعب ده متوقع صورة التوقعات اللي نزلتها كونامي هو الفونسو ديفيز وكيليان امبابي، وده شكل الباكج اللي متوقع ينزل معانا. وطبعا هناخد عليه فتعة من المهمات. وبقى الأحداث غدا والمباريات اللي هناخد فيها 50 كوين هينزل للدوري الإنجليزي. طبعا في خبر جميل جدا جدا، هو اشتراك نادي يوفنتوس من جديد في اللعبة. ده هيخلينا ينزل حزم نادي يوفنتوس، وممكن ينزل حزمة لمدربهم اللي هو تياجو موتا، مدرب عالمي جدا جدا. أما بالنسبة لسواريز فهو أكيد مؤكد يعني إن هو ينزل معانا نسخة زي ما نيمار نزل له. نيمار نزل له نسخة وهي النسخة اللي في، وده باكج الام اس ان نيمار نزل له، يبقى فاضل سواريز هو اللي هينزل له نسخة. أما بالنسبة للإعلانات فكونامي وضحت إن هو هيزيدوا عدد كبير من الدولات بعد صيانة غدا الخميس. الإعلان ده عمل ضجة كبيرة جدا جدا جدا، وفي مكافآت جميلة جدا. مكافآت فيه بقت ممكن تفتح يطلع لك 50 و50 كوين و4، يبقى جمعت كده في يوم 100 كوين، وهو هم إعلانين بس في اليوم. طبعا حملة باير ليفركوزن هتنتهي بكرة، وهتنتهي مهمتها، لازم تخلص مهمتها عشان تستفاد من الهدايا فيها ديت. وانا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تحط لايك وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.